نقيب نصيحه كابو كواحد عدى الباك ونجح ومن بعد كابو تعداو عليه 6 باكات ما شاء الله نقيب هكا ولا؟ بارك الله اولادي فوالا دوك شو تنصح لي جون نتاعنا؟ انا ننصحهم حاجه صغيره، احنا عندنا حاجه نمنوا بها متر منذ الصغر، الباك ردوا بالكم راهي مفتاح المستقبل، متفقين في هذا كل. اما انا نعطيكم نصيحه بسيطه جدا ما فيها حتى شيء. قبل الامتحان ب3 ايام انسى الباك. 3 ايام؟ اي نعم، وحسي لما في الصدور لا برشا نقيب ولا لا، ضحك نكت جو قوي يا ولدي لاعب كذا، انسى الحكايه هذيك كل، خاطر راك ماكش باش تضيف حتى شيء، اذا باش تضيف حاجه باش تضيف ستريس لنفسك، ولذا خلي راحتك. هي نصيحه جميله، اما الاولاد اللي يتفرجوا فينا ما تسمعوش، كملوا قراو ام مش برشا. 3 ايام راحه مش علميه راهو. يا جماعه ما تاخذوش راي رفيق، ما تكملوش تقراو، راهو ستريس. عركه ولات هذه. اوكي باهي اوكي يلا شنو؟ ستريس راهو ما يصلحش ويخليكم معناتها ما يسمى بالسيرمناج. تعرف شنو؟ تلقاه مسكين راقد على الكتب، علاه؟ قبل ب3 ايام راهو فال الامر، خليك اليز وبريتو، راك تنجح ولا ما تنجحش والديك يقعدوا ديما يحبوك، ديما يموتوا عليك، مش باش نكره بنتي انا ما خذتش الباك، فرصه اخرى، احنا نقولوا حتى اللي يعاود يتقوى، هذيك بالعاني سي بسيشيك، باش تخلي ديما النفس نتاع الاقدام ونتاع المعاوده يبدا بوزيتيف. اللي يعاود ساعات لا قدر الله موين وتقوى وياخذ اورينتاسيون خير وكارير وتتبدل ومستقبله يتبدل، وكي قلت نقرا في 3 ايام الاخرانيين بعيد على الفضل كنقيب، كيما قلت انت مش برشا قرايه، اما واحد باش يريفز باش ياخذ اللي في الشيء نتاعو يعمل طلع على اخر 3 4 شابيتروات اكزرسيسات بالعين، مهم انك تقعد اخر لحظه، اما كنت تصبيح ولا ساعتين نوم ليله الاكزامان هذاك اللي نجم يقلق. زيدون انت المثال اللي نحن نفتخروا به لهنا باش نحيو الضغط على الشعب الكل. انا عندي الباك صحيح، انا عندي الباك مش المونتال صحيح، انا كلها حطتني باش ندوبل كلها وانا ركش، ومشيت عديت وحدي، وكي ترى لي بارون شي يعملوا ضغط نذكر صاحبي ودوبل 3 مرات، راهو امه فاك يا بندق كبش نتاع نتيح وداخل ساشيه ويعمل هكا، وراهو قرايه متر قرايه نتذكروا، اما الوالدين نتاعو عملوا له بلوكاج، وريت نحن نفدلكوا بها. تو يقول لك نقيب الحمد لله ولادي ماخذين الباك، صحيح الباك مهم وبرا ما خذيتش الباك، راهو تنجم تنجح، راهو برشا ما مش ماخذين الباك، ما هيش ماكش كارثه ولا مجرم ولا حاجه، ينجم ربي يجيب لك حاجه ما خير. انا خذيت الباك وعديت، ولازمك ترى وقت نجاح ما صدقتش رفيق، نتذكرها والله يا رفيق متخبي في البيت تحت بطانيه ويعملوا امي داخت امي طلبت الوزاره من الاخر، هي من الاخر قالوا جاني اس ام اس سبتوا لي عطات النمر وكل يا ولدي، وكانت هي فرحه باهيه، اما لكن اذا مش مكتوب الباك ما تنجم تنجح. بريود الجمعه الاخر اللي قبل الباك كيما هذه حتى جروب ما حب يقبلني، حتى جروب حتى كلها اينشتاينات وحدي كما قال النقيب شويه في شيء والدعاء. والله يا رفيق نقول له يا ربي انا وحدي ما تخلينيش، لا هزني امي لا عزيزي لا، والله وحدي مش وحدك تمشي وحدي منبوذ في العائله، منبوذ لا مش منبوذ قلت لهم ما تركبونيش ستريس هذاك تقوموا الصباح، والله مشيت وحدي وربي ما خيبني ونجحت وربي ما خيبكش وكملت قرايتك الحمد لله يا ربي وخدمت في اختصاصك وهاني جاتني انت الحمد لله خير النعم الحمد لله. كلمه فتحي معاش وقتها كلمه على زياده عندي شهاده تؤكد معناها انه قداش نابغه الوليد معناها الاستاذه ساميه جمل معناها تحيه لها، قابلتها وقالت لي قداش طيارك الولد قداش بقى مره كانت مجبره باش تعاود له الامتحان خاطر نقلوا عليه مش هو اللي نقل لهم هذاك علاش قالت له عاود الامتحان المره الاولى خذا 16 عاودت له نفس الاسئله خذا 4 قالها مانيش في فورمه 16 وبعد 4. اي تحيه لها الكوليج جبت 16 درا، قالت لي والتلميذ اللي نقلت عليه باش نضره قالت لي شو حرام عليك، والتلميذ عاقل قلت له رد بالك تكون نقلت عليه نضرب قلت لها اي مدام يمكن غلطت، قالت لي نعاود جابت لي نفس الدفوه 375 من 16 ومن بعد نجح. والله نحب هاي تحيه لهم بعد نجح. سلموا عليها، سلموا على كل الاساتذه على كل المربين اللي هما زيد
يتعبوا في عمل باك مع التلامذه نتاعهم في الاقسام، هما بيدهم يحسوا بالستريس، يحسوا بالضغط. ولادهم الكل ينجحوا، ولادهم اللي في العائلات، ولادهم اللي في الاقسام. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، ونعاودوا نفس الجمله، مفتاح مهم في الحياه ولكنه ليس الاهم. نجم تنجح ومن بعد تنجح في الحياه، وتنجم ما تنجحش وتنجح كذلك في الحياه. حظ سعيد وبالتوفيق، وان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه.